السلام عليكم عزيزي المشاهد، ايه الاخبار؟ معكم عبد الرحمن وفيديو جديد من ابره او من سلطنه عمان. في السوبر ماركت برضه انا بتمشى، يعني السوبر ماركت هنا مليانه يعني حاجات كده مش موجوده عندنا في مصر بصراحه، فلفت نظري حاجات معينه. في مصر الاندومي هو اللي موجود، اللي هو الابيض، اللي بيبقى طعم الشعريه المقليه ده، بيبقى معاه صويا صوص ومعاه نكهه كده غريبه. هنا بقى لا، هنا في شعريه مقليه بس ليها اطعمه او ليها نكهات مختلفه، فاحنا جبنا الثلاثه دول وهنجربهم في فيديو النهارده. عندنا اول واحد هنبدا بيه اللي هو الشعريه المقليه الحاره بالكاري. تاني واحد عندنا اللي هو الشعريه المقليه متبله وحاره، فاهم، من غير ما نوضح تفاصيل. اما التالت بقى واكتر حاجه معجب بيها هو لونه بتنجاني، شعريه مقليه بنكهه اللحمه المتبله. بس كده عزيزي المشاهد، طبعا بعد قرايه الارشادات والكلام ده اتضح ان هو المفروض ان انت تحط الاندومي تستوي على ميه مغليه كده على النار، وبعد كده بتصفيها تقريبا من الميه كلها او 90% من الميه، بعد كده تبدا تحط التوابل بس. فاحنا هنفتح ال3 اكياس ونفضيهم في اطباق، هنبص بس كده لو في اي حاجه مختلفه من ناحيه اكياس التوابل. لو مفيش حاجه مختلفه خلاص هنروح نسويهم على النار على طول ونجربهم، وكالعاده هنقيم كل واحد فيهم ونرتبهم اول تاني تالت. بس كده عزيزي المشاهد من غير كلام كتير، يلا بينا نشوف ايه اللي جوه الاكياس. اذا عزيزي المشاهد عدنا اليكم من جديد وهنبص دلوقتي على الاكياس. عندنا اول كيس اللي هو الشعريه المقليه بالكاري. تمام، عايزين كده نفتح الكيس نشوف كده ايه اللي جوه. انا فتحته غلط، بس لو جينا بصينا كده على التوابل هنلاقي فيه 3 اكياس. مكتوب حاجات، مكتوب فرايد اونيون، مكتوب باونج جورينج، سيزنينج بومبو، لو كنت عاوز مكتوب عليه سيزنينج اويل. التاني الصويا صوص اللي احنا عارفينه العادي. التالت بقى اللي هو التشيلي صوص، لان تقريبا كل حاجه في الكلام ده حراق فربنا يستر. بس كده، دي اول واحده اللي هي الشعريه المقليه الحاره بالكاري. تعالى كده نبص على التانيه اللي هي الشعريه المقليه متبله وحاره دي. انا مش عارف انا بفتحهم غلط ليه. الناحيه التانيه صح. بسم الله. انا بهدلت الدنيا. حلو الكلام. انا كنت لسه هقول نفس كيس التوابل بس طلع لا، شكلها مختلف خالص. عندك هنا اهو مكتوب هنا كده سيزنينج باودر، والناحيه التانية مكتوب يعني اكيد شطه، باين عليها ان دي شطه تشيلي. اوكي، مكتوب عليها تشيلي، يبقى سيزنينج وتشيلي. تمام، ده مكتوب عليه فرايد اونيون تقريبا، صح، فرايد اونيون. وهنا باين ان هو الصويا صوص، وتقريبا ده الصوص الحراق اللي فيه تقريبا. تمام، دي كده تاني واحدة نحطها على جنب، نشيل البهدلة دي. تمام، تالت بقى واخر واحدة اللي هي الشعرية المقلية اللي بنكهة اللحمة المتبلة دي. هنلاقي برضو فيها نفس كيسين التوابل، بس لا دي شكلها مختلف شوية. هنلاقي دي نفس الفكرة برضو، صوص يعني اللي هو الباودر بتاع التتبيلة والشطة. والتانية دي تقريبا واحدة صويا صوص، صح، واحدة صويا صوص وواحدة سيزنينج اويل. بس كده. اذا عزيزي المشاهد هنجهز ال3 في الاطباق ونرجع تاني ندوق ونجرب. اذا عزيزي المشاهد اول حاجة جهزنا الاندومي اهو، صفيناه من المية زي ما هما كانوا كاتبين في التعليمات بالظبط. ودي الشعرية المقلية الحارة بنكهة الكاري زي ما مكتوب على الكيس بالظبط. في ريحة شطة دخلت في مناخيري، ربنا يستر. مباشرة على طول اول ما خلصنا تقليب اول واحدة كانت تاني واحدة جاهزة. هنبدأ دلوقتي نفضي التوابل بتاعتها على طول، اول ما بعد ما صفيناها على طول كده، عشان بس ايه يبقى كل حاجة تمام مظبوطة. يلا بينا نفتحها كده شدة واحدة. بس التوابل واضح ان هي ايه يعني غشيمة حبة، هو تقريبا كان نودلز دي للهنود مش لينا. ربنا يستر من الشطة. وبعد كده عندنا ثلاثي التوابل ده، بس كده هنقلبها ونسوي التالتة على النار ونرجع. التوابل اهي كالعادة، هما دول. الصوص ده شكله جامد شوية، مطور لي الدنيا وبهدل لي الدنيا.
باين ان هو بهدل الدنيا. يا عم انزل يا عم، عامل شبه المعجون بالظبط. بصوا عاملين ازاي، عامل ازاي تقيل قوي، مش راضي ينزل. A few moments later. عدنا من جديد عزيزي المشاهد، وحانت الآن لحظة الحقيقة. الثلاث أنواع جاهزين عندي وباينين، مش باينين قصدي، اللي هو يعني خلاص جاهزين قدامي يعني. وهنبدأهم بالترتيب اللي احنا كنا قلنا قبل كده، اللي انا نسيته خلاص لأن احنا رمينا الورق. المهم أول طبق أهو قدامي، في حاجات خضرة، في يعني في خضار أخضر في التوابل، خضار أخضر ماشي، وفي ريحه بصل. يعني انا اصلا ريحه فاحت، يعني انا مش نو اوفنس طبعا، بس عارف انت في ريحه كده معينه لما بنعدي كده من المقاهي، باين ان النكهات التلات دي للهنود يعني مش لينا. يعني هم بتوع التوابل وهم بتوع الحاجات الحراقه، فالريحه نوعا ما غير مطمئنه. بس دينا هندوق وهنجرب ماشي. خلاص خدنا شوكه بكل عشم اهو. امم في افتر تيست كده شبه الليمون بحرقان بقى، بحاجات حراقه. طبعا مش فاكر ده طعم ايه، بس هحطه لك هنا او هنا بقى في اي حته. فاكره ده كان طعم ايه؟ ده طعم الكاري الحار. هم ادرى بقى. طعم وحش قوي، احنا ما جبناش ميه، فشكرا ليك جدا. ده انا اديله 6/10، ما هاخدش اكتر من كده. نخش بقى على التانية. انا حاسس اني عايز ميه، ولا خلاص عادي. نيجي بقى لتاني طبق قدامنا اهو. تمام، هو ده فيه نقط حمراء ونقط برتقاني بدرجات مختلفة. فيلا بينا ندوق. يا الله، الاندومي بدأت تمسك بعضها. مش فاكر انا كل ده. ماشي، اظن كده كفايه، كده كفايه قوي يعني. ده تقريبا نص الاندوميهايه. تعال ثمني كالعاده طبعا حراق. ولكن ده يعني التاني طعمه، يعني اول واحد اللي احنا كلناه ده طعمه يعتبر اسوأ من ده، بس ده شطته اكتر بكتير قوي من التاني، شطه فظيعه. لكن لو خيرتني ما بين الاتنين انا هفضل ده اكتر. يعني ماشي حقيقة ممكن نحط حليب ولا اي حاجه جنبنا، بس التاني ده طعمه لا يطاق بصراحه. فده يعني ده ياخد كام مركز التاني ده. ندخل بقى على تالت واحد واخر واحد اللي بهدل لنا الدنيا. فعايزين نشوفه اصلا يستاهل بقى كل البهدله دي، ولا هو اصلا اي كلام وفارد صدره كده خلاص. باللحمه المتبله، هو كان اول واحد لونه اصفر، تاني واحد لونه احمر، تالت واحد ده لونه بتنجاني. المهم بسم الله الرحمن الرحيم، يلا بينا ندوق. هو في حاجات منوعه يعني، في تحس ان في صلصه طماطم. المهم تقريبا ده اكتر ريحه مميزه في التلاتة. ده ريحته حلوه انت تشمها يعني حلوه. بسم الله الرحمن الرحيم، يلا بينا ندوق. شفايفي ابتدت تولع معايا. ده ممكن يعتبر احلى واحد فيهم. حراق برضو، يعني هو التلاتة حراقين، بس كدرجة شطة فتاني واحد دقناه هو ده رقم واحد في الشطة. بعد كده اول واحد دقناه ده اقل واحد فيهم شطة تقريبا، فده اكتر حاجة محببة ليا، فده يستاهل رقم واحد. يبقى كده احنا تقريبا عكسنا ترتيب اللي اكلناه، هو ده ترتيبهم. يعني ده يعتبر ده الاول، التاني اللي احنا دقناه يعتبر هو التاني، اول واحد دقناه ده يعتبر التالت، ده اقل واحد فيهم. بس كده عزيزي المشاهد، لان انا محتاج كوبايه حليب وميه ساقعه. كده خلص الفيديو بتاع النهارده. قلنا نغير ونجرب حاجه جديده. كل ما الاقي حاجه جديده في السوبر ماركت هحب ان انا اجربها معاكم، لان هي حاجه جديده زيكم بالظبط، ما شفتهاش قبل كده، فنجربها سوا. اتمنى يكون الفيديو عجبك. استنى ان شاء الله الفيديوهات اللي جايه هتكون احسن. وختاما للفيديو كالعاده كان معاكم عبد الرحمن، وبس كده، سلام.